الظلم مبغوض. انت شيعي لا تظلم سني، انت مظلوم. اذا تظلم حتى السني الله ما يحبك. كذلك ذاك السني مظلوم، اذا يظلم شيعة الله ما يحبه. فحذاري ان يتحول المظلوم الى الظالم. هاي نقطة مركزية ومهمة. لابد أن يجتمع المظلومون مع بعضهم ضد الظالمين، لا يكونوا أدوات للظالمين. آل خليفة ظلمة والسنة بريئة منهم، هذول مو سنة، هذول طغاة. آل الأسد في سوريا ظلمة والتشيع بريء منهم. لا ندافع عن ظالم، ولا يجوز للمظلوم أن يدافع عن ظالم. الله ما يحب الظالمين، فهل نحب ظالم طاغي مهما كان يحكم في البحرين أو يحكم عندنا أو في اليمن أو في مصر أو في أي مكان؟ الحاكم الظالم مبغوض. ولذلك لن ندافع عن ظالم فنكون مع الظالمين، نكون منهم. من يدافع عن الظالم فهو شريك له في ظلمه ومعه في ظلمه، ومن يدافع عن المظلوم يشاركه في أجره من الله.